السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسم ربك، ما معنى اسم؟ هل القاموس الحالي ذكر لنا معنى اسم؟ أنا هدخل لك مباشرة في الخط المصري القديم، لأن لقيت بصراحة هو أوضح ما يكون للوصول إلى أصل معنى الكلمة. أنا قلت لك في الفيديو السابق بفضل الله إن أنا هاخد سورة الأعلى تباعا كلمة كلمة. ذكرت في الفيديو السابق معنى سبح، ولازم أذكر لك معناها حاليا عشان نربط اللي بعديها. قلنا سبح هي عبارة عن إجراءات معينة، خطوات تتبعها. قلت لك هي فلو، تدفق أو انسياب، إنك تتحرك، تتجه، تتصل. تتدفق لإيه؟ عشان تتصل لتحقق إنجاز، عشان تستفيد بشيء معين. وقلنا في تسبيح لا إرادي، زي كل شيء غير عاقل لا يستطيع أن يفكر، هو محمل بقوانين ثابتة بتحركه، ده اسمه التسبيح اللا إرادي. فيش حاجة تاني أو الغريزة اللي فيه، في شيء تاني زي نحن الإنسان ربنا خلقه أو البشر، فيه عقل، لديه اختيار، عنده حرية اختيار، ففي عنده تسبيح إرادي قلت لك وذكرته في الفيديو السابق. لو عايز تعرف بالتفصيل ارجع للفيديو السابق اللي هو قبل الفيديو ده. في الفيديو ده هاخد معاك اسم ربك، أنا هاخد اسمي بس، وربك تحتاج إلى فيديو آخر للتوضيح باستطراد. ما معنى اسم؟ أولا اسم بتكتب في الخط العربي كده، اسم. لو بصيت للشكل بتاعها مش هتفهم حاجة، مش هتفهم شيء. في الخط المصري القديم بتتكتب كده، اسم، كلها دي اسمها اسم. طيب نبدأ نحلل مع بعض زي ما حللنا سبح، نحلل معنى اسم ونطابق المعنى بما أتى في كتاب الله ونشوفه هل مطابق ولا لا. اسم في الخط المصري القديم بتكون من جزئين، من الإيه والسم. لو أنت تتذكر نزلت لك فيديو قبل كده على الصفحة عن معنى بسم، بسم الله. ما معنى بسم الله؟ قلت لك دي جملة تتكون من مقطعين، من البي اللي هي كده الساق دي كده، وراها سعادة النخيل، وفي العصاية المعقوفة كده، ده بتسمى بي. دي اكزامبل، نموذج أو قالب أو مثال. طب مثال إيه؟ مثال السم. السم ده العون، هيلب، المساعدة أو النجدة. فربنا بيقول لك كل ما تقرأ القرآن الكريم لازم تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. تذكر إن ده مثال دعم أو عون أو نجدة لك من الخالق عز وجل. أكيد، ولقد ضربنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. صح، هو ده باسم، من كل مثل دي باسم. ده استطراد عشان بس نربط المعاني ببعضيها. هو كده كتاب الله، مفيش انفصال، كله متصل ببعضه. كده فهمنا معنى اسم؟ لا لسه، احنا لسه ما شرحناش، احنا ربطنا باسم اللي زيها. طب نشرح اسم بنفس نظام باسم. هنا ما قلنا في اسم الله، هي اسم ربك. ما معنى اسم الله؟ اسم يعني ايه؟ تتكون مقطعين، من الاي، اي مش الاي، هي اي في الخط المصري القديم او في علم الجذر الاول او في عربية في الجذور الاولى اتنست، بس مذكورة في الخط المصري القديم ومذكورة في كتاب الله في مواضع متعددة هجيبها لك بعدين. ان اي معناها انا، او ماي يعني ايه؟ ملكي، لي، خاصتي، او المنتمي الي. حتى في الانجليزية مش في اي؟ هم خدوها لهجة مختلفة. عربية دي منتشرة على مستوى الكرة الأرضية كلها. لو دورت في جميع لهجات العالم هتلقى عربية. عن دراسة حقيقية والله عملتها مقارنة لبعض الكلمات، كمان مش فاضي ان انا اخد الجانب ده، انا مركز في جانب القرآن الكريم ومعاني تصحيح معاني الكلمات في قاموس المصرية القديمة. لكن في مجال تاني في كلمات اللغات او اللهجات على مستوى العالم، هي دي عربية موجودة في الخط المصري القديم والله.
لا، ده دليل ان عربيه منتشره في كل مكان، بس احنا ما عارفينش معنى عربيه الحقيقي. في الانجليزيه اي دي لهجه، في العربيه عندنا ايه وبرضه ليها لهجه اخرى انا. بعد كده السلم. ايه هو السلم ده؟ هيل، مساعده، نجده، عون، سند. نجدة لصاحبه، ده في حاله المخلوق، يعني الاسم ده نجدة لصاحبه، في شيء بيفيد صاحبه، ده في حالة المخلوق. ده في حالة الخالق هو نجدة لمن تحته، لخلقه، في حالة الخالق سبحانه وتعالى. يعني لما أقول اسم الله، اعرف ان الاسم ده للخالق فيه نجدة معينة أو عون معين للمخلوقين في كل مكان. الخالق بيضع القوة بتاعته أو السيطرة بتاعته أو الإفادة أو النجد أو العون أو النجدة أو العون في اسم معين له، ولله الأسماء الحسنى. دي عبارة عن نجدة ربنا بيحطها لك بمواضع مختلفة. أنت مش عايز كل النجدة في وقت واحد، فاختار إيه اللي أنت عايزه من الأسماء. ده المعنى أنا هشرحه لك دلوقتي. فمعنى اسم هو ملكية نجدة أو عون. هديك مثال عام للمخلوقين. مثال، جبت لك معنى نجم، قلت لك نجم هو المسيطر، الآخذ، المجمد، صح؟ طب هو ليه بيعمل كده؟ ليه بيعمل كده؟ ليه ربنا سماه نجم؟ قلت لك لأنه هو المسيطر، هو الآخذ، هو المجمد. طب ليه النجم بيعمل كده؟ لأن ما عملش كده مش هيكون نجم. ده بيساهم في تكوين النجم، بيعمل ولادة للنجم، بيعمل تعاظم لقوة النجم. يبقى سؤال، اسم النجم عون للنجم ولا مش عون؟ عون للنجم. قس على ده كل المخلوقات اللي خلقها ربنا واداها المسمى. اطلق لك على آدم اسم آدم. ليه آدم؟ لأن الخلق بتاعه ده، الاسم بتاعه ده هو مخلوق من المادة دي، آدم، من سطح الأرض. وقال لك آدم خلق من تراب ونحن خلقنا من تراب. ليه؟ لأن ده المادة أو العون اللي بيساعدنا إن احنا نعيش. لأن التراب له معنى، له معنى لو تدبرت فيه جيدا هتعرف إن أنت بدون التراب ده أنت مش موجود. ربنا قال لك من طين، دي مرحلة أخرى. بدون المادة دي، الطين، بالحاجات دي أنت مش موجود. وهكذا قيس على كل الأسماء كلها. خلاص كده اديتك بس بيان جزئي بسيط. أنا اسم لو تبحرت فيه معاك فيديو واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. كده اسم بيتكتب بشكل آخر، الإي معناها الملكي أو خاصتي في الخط المصري القديم، وبيجيب لك وراها ده مخصص الإله، معناه ده هو المتملك، هو المنتمي إليه كل شيء. ليه الإله دائما في المصرية القديمة بيرمز لي بالقوة العظمى، متملك كل شيء؟ لأن حتى في البشر، في الخلق، هو لازم الخالق يكون كده سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن هو لديه السطوة العظمى أو القوة العظمى، ليس كمثله شيء، ما فيش حد فوقه، ما فيش حد يضاهيه سبحانه وتعالى في قوته. فإن أطلق مسمى الإيه، لما يقول أنا الله إيه، لا يتساوى مع مخلوق يقول إيه، يعني يتملك. لا، ما فيش مقارنة. لا، طب أنت أوجد زي الخالق سبحانه وتعالى. طيب كده فهمنا معنى اسم. تعال ناخد المعنى ده. طبعا ربك قلت لك هجيبها لك في فيديو اللي جاي ان شاء الله. وبعد كده الاعلى، والاعلى دي عايزه هلومه كبيره جدا. نطابق اسم هنا حتى عشان نفهم معنى واذكر اسم ربك. يعني ذكر ده اسم ربك، هنذكر اسم ربنا نيجي نقول ايه؟ الله 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 الله. هو ده الذكر ده؟ احنا في توهان. في سورة المائدة آية 4، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا أحل لهم. هم بيسألوك للرسول عليه أفضل السلام، ماذا أحل لهم؟ ماذا أحل لكم؟ انتوا اللي أحل لكم الطيبات. والطيبات دي ربنا اداك مثال ليها في الأنعام، حددها لك وقال لك عليها. والطيبات انت هتحس بيها، المؤمن الحقيقي هيشعر بكل طيب. إنما إن اختل توازنك وبدأت تخرج عن الصراط المستقيم، مش هتعرف تحدد الطيبات فين، هتاخد الخبائث وأنت لا تدري. أنت خلاص سولت لك نفسك. أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات
وما علمتم من الجوارح. الجوارح دي اللي هي الصقور الطير اللي بتمسك. مكلبين تعلموهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم، اللي يمسكوا كلوه، واذكر اسم الله عليه. هنا نتوقف. واذكروا اسم الله عليه. طبعا الغالب المفهوم أو ليه بسم الله الرحمن الرحيم واذبحوا كل. انت ما فهمش. ايوه جميله فعلا حقيقه. بسم الله الرحمن الرحيم هو نموذج دعم من الخالق عز وجل. طالما فهمت انت كده انت ذكرت اسم الخالق، اسم الله. انت لو فهمت المعنى ده انت ذكرت اسم الخالق، يعني ارجعت النعمه ديات للخالق عز وجل. ما معنى اسم الله هنا؟ انه ده الدعم اللي اعطاه لك ربنا، ده اللي انت بتاكله هو ملك للخالق وعون وسند منه لك. ادي معنى اذكره. انت كده ذكرت. طالما فهمت ده ان اللي انت كلته ده او الحرفه دي اللي هي الطير المكلبين او الحيوانات المكلبه اللي بتمسك لك الفريسه، وربنا علمك ازاي تعلمها واداك نعمه الطيبات، وعرفت كده انت ذكرت اسم الله. يعني عرفت كل ده وارجعته للخالق، انت ذكرت اسم الله. عشان كده ربنا في ايه ثانيه بيقول ايه؟ ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه انه لفسق. دي في سوره الانعام ايه 121 اللي هو عكس الايه دي. يعني لا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. يعني ايه؟ يعني اللي ما تقالش عليه بسم الله الرحمن الرحيم، لا، اللي معتقده مخالف ان الحاجه دي مش هبه من الخالق، مش مساعده من الخالق، هو لا يعرف اسم الله، هو ما عرفش ان ده دعم من الخالق عز وجل. فانت بتروح بتاكل منه، بتاكل على نيته هو. لكن المفروض تاكل على نيه المؤمن، الشخص اللي هو عارف ان ده ملك للخالق وان ده دعم من الخالق عز وجل. فهمت؟ لا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ليه؟ انت ساهمت معاه في معتقده الفاسد. حتى قال لك ربنا انه لفسق، والفسق ده عايزه وقفه كبيره. اشرح لك ما معنى فسق. الفسق ده يعني توضيح معناه بدليل الكلام اللي بقوله لك. هو لا ما بينسبش الاشياء دي او الطيبات دي او الشيء اللي بياكله او النعم دي للخالق عز وجل. اذا هو لم يذكر اسم الله، هو لم يذكر اسم الله. اما انت يا مؤمن حينما تاكل وتتذكر هنا ذكرت، تتذكر ان الخالق هو اسم تلك الاشياء، هو الداعم لتلك الاشياء، هو اللي مديها لك، هو اللي عطاها لك، هو اللي واهبها لك، هو اللي عطاها لك هلب، مساعده، نجده، عون، سند. ودي ملكيه له سبحانه وتعالى تخصه هو. فهمت دي؟ فهمتها؟ كده وضحت ان شاء الله. في سورة الإنسان آية 25 واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. طبعا دي موجودة برضو في سورة الأعلى، واذكر اسم ربك، هي اسم ربك بكرة وأصيلا. شوف حاجة معينة لم يحدد لك الخالق ايه هو الاسم، لكن في سورة الأعلى اسم ربك الأعلى ده حدد لك حاجة معينة هجيبها لك بعدين. لكن هنا ربك قال اسم ربك بكرة وأصيلا. هنا تعالى كل يوم أو كل يوم أو كل يومين اختار اسم من أسماء الرب سبحانه وتعالى، والاسم ده بيشيل جواه قوة معينة أنت عايزها تبع احتياجك في اليوم ده. يعني مثلا أنت عايز رزق، هتجيب اسم الله الرزاق أو اسم الرب الرزاق سبحانه وتعالى. طبعا أنت عارف إيه معناها كده، وعارف إن الرزاق ده هو اسم، يعني ملكية خاصة للخالق وها عون لك، فتبدأ تذكره وتتذكر آيات الرزق كلها اللي في كتاب الله. أنت كده بتذكر اسم الله. أنت عايز شيء معين، طيب أنت عايز حفظ، هتذكر الله الحفيظ، الله الحي القيوم. في كل مرة شوف أنت عايز إيه. الناس بتسألني طب أنا أسبح إزاي؟ ما شوف نفسك أنت محتاج إيه. أكبر مشكلة بيقول لك التسبيح هو تكرار الشيء. تمسك سبحة تقول سبحان الله 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 وتعد 1000 مرة، وكل ما تعد أكتر أنت من الفائزين. الخالق لا يريد منك عددا، ما عايز منك صورة. الخالق يحتاج منك مضمون، مش عايز سبحانه، هو عايز يخليك تعتقد معتقد سليم وتفهم معنى الكلمات اللي أرسلها لك. هو مش عايز منك صورة. ما بص، الرسول عليه أفضل السلام قال عن الصلاة إلا ما عقل منها، يعني أنت اللي تعقله منها. هي الصلاة كده فعلا، وجايبها لك دلوقتي، هجيبها لك.
إلا ما عقل منها، اللي أدركته. فهمت معنى الآيات اللي أنت بتقرأها في الصلاة. وأنت تعقل إيه في الصلاة؟ وأنت مش بتقرأ قرآن؟ فأنا عقلت معاني الكلمات دي في القرآن واستدركتها جيدا، استدركتها جيدا. أنت اتصلت برب الكلمات، وأنت كده وصلت، أنت كده عقلتها. أكمل معاك آخر حاجة اللي هي في سورة الأعلى: قد أفلح من تزكى. هتزكى إزاي؟ زكى نفسه، أي طهرها من الداخل بالمعلومات. وهنجيب الزكاة دي معناها كبير قوي، ملاش دعوة بالفلوس على فكرة. ممكن ناس تولع فيا حاليا: يا عم الزكاة دي فلوس ونصاب. اسكت، لسه هجيبها لك في وقتها. قد أفلح من تزكى. إزاي هتتزكى؟ إزاي؟ ربنا أجابك بعديها، قال لك: وذكر اسم ربه فصلى. صلى أي اتصل بالخالق. حينما تذكر اسم ربك هو أو أنت يعني، وذكر اسم ربه فصلى، في الحالة دي أنت بتحمل للصلة. حينما تذكر تتذكر دعم الخالق لك ملكيته الخاصة. حينما تعترف بذلك أنت في حالة فصلى، اتصلت خلاص. فدي حمل، أنت عملت حمل، شلت كده، اعتقدت. صلى أي اتصل، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. لاحظ، صدق كذب، صدق عكسها كذب. صلى أي اتصل عكسها تولى، ترك ورحل. صح كده؟ هنا فصلى أي اتصل، لم يرحل، لم يترك، هو تمسك باسم ربه. عرف الإيمان الحقيقي، عرف دعم الخالق، عرف الهيلب جاي منين، مين اللي بيدعمه. شفتوا معنى اسم؟ ده أنا جبت لكم اختصار كبير جدا في اسم. الاسم ده عايز فترة طويلة ممكن أشرح لك فيه. انتهى هذا، والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.